انت تعرف ان في 5 حاجات ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيها في بداية سورة الطور، وكتير مننا ما يعرفهاش. وخليك عارف دايما ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيقسم الا بعظيم. اول حاجة وهي والطور، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ السورة وبيقول والطور. والطور ده الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى تنزل عليه من السماء، تنزل عليه عشان يكلم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة هو كتاب مسطور، والكتاب المسطور ده اللي هو التوراة اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة والبيت المعمور، والبيت المعمور ده بيت زي الكعبة كده بالظبط بس في السماء، موازي للكعبة بالظبط. ده بيخش كل يوم 70,000 ملك. انت متخيل 70,000 ملك بيخشوا فيه ما بيطلعوش تاني، بيتن يطوفوا حوالين البيت لحد يوم القيامة. رابع حاجة هو السقف المرفوع، والسقف المرفوع ده المقصود به اللي هي السماء، لأن السماء مرفوعة بدون أعمدة. خامس حاجة والبحر المسجور، والبحر المسجور